تلاقي نفسك داخل الامتحان مش عارف تحل حاجه ومتوتر، والمسائل والكواشف والالوان والمعادلات وتاني داخله في بعض. النصيحه دي مهمه جدا جدا جدا. ايه هي احسن طريقه للحل؟ اعرف ان هي هتيجي في الامتحان. بتخرج من الامتحان تلاقي الدفعه كلها بتتخانق عليه. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنبدا سلسله جديده هنتكلم فيها عن ازاي نراجع كل ماده بالتفصيل وبسرعه كده. مش هنطول في الفيديو ان شاء الله، وهنحاول الفيديوهات دي تنزل بسرعه عشان تلحقوا تستفيدوا بيها باذن الله. فما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده باذن الله. النهارده معانا اول ماده، واللي بسميها بعبع الثانويه العامه في النظام الجديد، الا وهي الكيمياء. الكيمياء معظم الناس عندها مشاكل في الكيمياء من اول السنه، بيعانوا منها. على السنه بتاعتي كان في ناس كتير جدا بتعاني من الكيمياء وعندها مشاكل فيها، ولكن لو ما لحقتش نفسك دلوقتي في الكيمياء، حرفيا انت هتيجي في اخر ليالي الامتحان هتتسوح. يعني في ليالي الامتحان كده هتلاقي نفسك متسوح، مش عارف تبدا منين، تراجع ولا تذاكر ولا تحل ولا تعمل ايه. فلا، لازم تظبط الموضوع من دلوقتي. فهنعرف مع بعض ازاي نراجع الكيمياء باذن الله. طيب نعمل ايه عشان نراجع الكيمياء؟ اول حاجه امشي مع مدرسك. يعني ايه؟ يعني شوف المدرس هيبدا مراجعه منين وابدا معاه. ما تحاولش تغير البدايه. ما تخليش المدرس ده يبدا مثلا من الباب الاول وانت بتراجع من الباب الثالث. لا، ما تعملش كده اطلاقا، لان هتلاقي نفسك مشتت بين البابين، ولا عرفت تراجع ده كويس ولا تراجع ده كويس، والاثنين دخلوا في بعض وانت ما استفدتش ولا اي حاجه. فامشي مع المدرس، شوف المدرس ماشي ازاي وامشي معاه. هيحل ايه وحل زيه. يعني مثلا هو هيحل كتاب الامتحان، هات كتاب الامتحان. هيحل كتاب التفوق، هات كتاب التفوق. هات الكتاب اللي المدرس هيحله معاك، مدرسك هيحله معاك، وامشي معاه مظبوط. ما تحاولش تحود، ماشي؟ وما تتفزلكش. يعني ايه؟ يعني ما تجيبش 500 كتاب في الكيمياء ومش تحلهم كلهم. لا، هات كتاب او اتنين بالكتير قوي وامشي فيهم مع مدرسك. ما تحاولش تبدا بدايه غير بدايته، ماشي؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، النصيحه دي مهمه جدا جدا جدا، وهي راجع العضويه اكتر من مره. العضويه باب مهم جدا جدا جدا. هي اصلا يعتبر نص المنهج، وبيجي عليها تقريبا نص الامتحان. فبالتالي لازم تكون انت فاهمها كويس، وحافظها كويس قوي. فلازم ترجعها اكتر من مره، تديها حقها. طيب هنعمل ده ازاي؟ بص، انت دلوقتي مدرسك بدأ من الباب الاول، ماشي؟ انا همشي معاه من الباب الاول عادي، هراجع معاه. وكل يوم هاخد جزء من العضويه. كل يوم هخصص نص ساعه كده، نص ساعه في اليوم براجع جزء من العضويه، جزء جزء جزء، عقبال ما المدرس يخلص الابواب الاربعه اللي قبل العضويه. هتلاقي نفسك رجعت العضويه مع الاربع ابواب، ويجي مدرسك يراجعها كمان مره، فانت كده رجعتها كام مره؟ مرتين. حلو. فلازم تراجع العضويه مع نفسك مره، واثناء ما انت بتراجع العضويه تحل جزئيه على كل جزئيه بتراجعها. يعني انا بذاكر نص ساعه وفي نفس الوقت بحل اسئله على نص ساعه دي من كتاب معايا انا، بعيد عن كتاب المدرس تاني. يبقى انا براجع كل نص ساعه وبحل اسئله من كتاب انا جايبه غير كتاب المدرس اللي بيحل منه. وماشي مع مدرس عادي، ماشي مع مدرس عادي خالص، وخصص نص ساعه في اليوم كل يوم. بس لازم كل يوم عشان تبقى الموضوع مربوطه ببعض، والعضويه عايزه حفظ كتير. فعشان تربطهم ببعض ويكون المعلومات متربطه وكويسه، انك لازم تكمل كل يوم. لازم كل يوم نص ساعه تخصصها العضويه، بتراجع فيها ايه؟ جزء من العضويه، مع ان انت بتراجع مع المدرس بتاعك. حلو. فهتلاقي نفسك رجعتها مره مع نفسك ومره مع مدرس، فانت رجعتها مرتين، لان العضويه حرفيا بتتبخر. فلازم تكون راجعتها اكتر من مره، وتكون معلومات حاضره في دماغك على طول فتره المراجعه، تكون معلومات العضويه حاضره في دماغك. حلو. خاصه لو انت اصلا كان عندك مشكله في العضويه زي انا كان عندي مشكله كبيره في العضويه، وغلطت فيها في الاخر في الامتحان نقصتني شويه. ف لا، ركز في العضويه جامد، ركز مع العضويه. طيب، تالت نصيحه، جمع معادلات الحديد في ورقه واحده وعلقها قدامك. مهمه جدا جدا جدا. انا عملت كده من اول السنه خالص. من اول السنه جيت بعد ما خلصنا الفصل شرح، جيت رحت ماسك ورقه بيضه كده، لخصت فيها كل معادلات الحديد اللي في الباب كله. كل المعادلات لخصتها في ورقه وعلقت الورقه قدامي على المكتب. بقيت كل مره اجي اذاكر فيها اي ماده الاقي نفسي ببص على الورقه غصب عني. فبالتالي بقيت احفظ المعادلات، بقيت حرفيا حافظها اكتر من المدرس. يعني انا بقيت بيرجعوا لي انا اصلا في المعادله، لان المعادلات بتتنسي بسرعه قوي. وهتلاقي شبه بعض، يعني هتلاقي الحاجات بتدخل في بعض، واف اي 2 واف اي 3 حاجات كده غريبه يعني. فتلاقي الموضوع بيدخل في بعضه وانت بتنساها بسرعه. فلا، انت اكتبها في ورقه وعليها قدامك، وكل شويه بص عليها هتلاقي نفسك حفظتها. وخلي بالك عشان خاطر معادلات الحديد يعتبر من اسهل اجزاء المنهج لو انت حافظها كويس. لكن لو ما حفظتش كويس
بجد هتعمل لك مشكله. انا كان عندي زمايلي كتير قوي قوي عندهم مشاكل في معادلات الحديد، ما كانوش عارفين يحفظوها وما كانوش عارفين يحلوا اسئلتها. ليه؟ لان بكل بساطه المعادلات مش متربطه ببعض. وخلي بالك انك لما تيجي تلخصها ما تلخصهاش كتابه كده خلاص، لا، حاول تعمل اسهم بحيث تعرف المعادله دي تودي لدي ودي تودي لدي وهكذا، تبقى سايكل كده مقفول على بعض عشان تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي وتعرف تربطهم ببعض. فلخص معادلات الحديد في ورقه واحده وعلقها قدامك. طيب النصيحه الرابعه، الباب الثاني. لو انت عندك مشكله في الباب الثاني لحد دلوقتي بجد فدي معضله كبيره. يعني الباب الثاني اصلا من اصعب الابواب لو ما تذاكرش كويس برضه، يعني هي نفس الفكره، لو ما تذاكرش كويس من اصعب الابواب. هي اي حاجه لو ما تذاكرتش تبقى صعبه، بس الباب الثاني بالذات لو ما تذاكرش كويس بجد هيدمر لك الامتحان، وهتلاقي نفسك داخل الامتحان مش عارف تحل حاجه، متوتر، والمسائل والكواشف والالوان والمعادلات والدنيا داخله في بعض. فلا، اهدى. الباب الثاني الحل بتاعه انا برضه في اول سنه عملت كده، قسمت الباب على اسبوع. انا جيت اسبوع كده رحت مقسم الباب اجزاء صغيره خالص، بقيت كل يوم اخد جزء كل يوم اخد جزء كل يوم اخد يعني حته كده من الباب بمعادلاتها بكواشفها واحفظها، واليوم التاني هكذا. مع اليوم التاني ده باخد الجزء بتاعه وراجع الجزء الاولاني، فاهمني؟ انا كل يوم باخد جزء واليوم التاني اخد جزء، وفي نفس اليوم ده اروح مراجع الجزئين مع بعض. فانت الحل بتاعك الباب التاني لو انت عندك مشاكل فيه انك تقسم الكواشف والمعادلات والحاجات دي على اسبوع كامل، على اسبوع كامل، مش على يومين ولا يومين. اوعى تراجع الباب التاني على مره واحده، والله دي كارثه، دي كارثه حرفيا. فما تراجعش الباب التاني على مره واحده، دي كارثه. انت قسمه على الاسبوع، كل يوم خد جزء منه واحفظه، ماشي؟ طب والمسائل حلها ايه؟ حلها انك تحل كتير. حل المسائل انك تحل كتير وتتدرب على حل كتير، وتقعد كده تحل كذا مساله مع بعض وكذا فكره، وتشوف انا غلطت مثلا في ايه وايه اللي حليته صح، اللي غلطت فيه اشوف حد بيحل المسائل دي واسمع الحل بتاعها، واركز في الحل، اركز في طريقه الحل ازاي هو بيحل. طيب ايه احسن طريقه للحل؟ بالنسبه لي انا كنت باجي احل اي مساله في اي ماده، اول حاجه بعملها اطلع المعطيات. يعني ايه؟ انا بقرا المساله لقيت مثلا بيقول لي بيديني زمن، فاقول اكتب هو ده الزمن. ما يديني كتله اسمها كتله، عدد المولات اكتب عدد المولات. مديني مثلا ايه العدد الذري، فاي حاجه بيديها لي بكتب عليها اسم المعطى، حلو، وابدا احل، اشوف هو طالب ايه وابدا من عنده. ببدا من اخر المساله مش من اول، ببدا من اخرها. مثلا قال لي مثلا كتله الراصد مثلا، فراح جايب مثلا كاتب كتله الراصد واكتب القانون بتاعها، ماشي؟ فبكتب القانون اول حاجه بتاع المطلوب اللي هو طالبه، حلو جدا، جميل. وابدا بقى احلل القانون ده اللي انا كاتبه ده، اشوف بقى كل مجهول في القانون اعرف اجيبه ازاي، وامسك مجهول واجيب المجاهيل اللي في القانون. بالتالي كل ما اجيب مجهول واخلصه واخش المجهول اللي بعديه لحد ما اخلص، وهلاقي نفسي حللت السؤال وجبت المطلوب اللي هو طالبه. الطريقه دي هتبقى طويله شويه في الاول، وهتلاقي نفسك بتاخد وقت طويل قوي قبل ما تحل، ولكن والله بعد فتره هتلاقي نفسك بتحل من اسرع من ناس كتير جدا، وبتحل المسائل صح عشان انت ماشي بخطوات معينه. لكن الهرجله دي مش بتجيب نتيجه في الاخر. ما هتلاقي نفسك بتحل بطريقه عشوائيه كده، والمجهول ده في ده، والمعطيات مش عارف تطلعها ولا عرفت تجيب تحط ايه فين ولا تعوض في ايه، فهتلاقي الموضوع مش انت زي ما بقول لك كده. اول حاجه حدد المعطيات كويس قوي، شوف كل معطى اسمه ايه. تاني حاجه ابدا من الاخر، ابدا بالمطلوب اللي هو طالبه، اكتب القانون بتاعه وطلع كل مجهول في القانون هاته من المعطيات. تالت حاجه عوض في القانون بقى، هتلاقي نفسك حليت المساله بكل بساطه، ماشي؟ اعمل كده في كل المواد، هيبقى صعب في الاول بس هتلاقي نفسك مع التعود بتحل بسرعه، جميل. ازاي نراجع عمليا؟ هنا عندك طريقتين، لو انت سنتر لو انت اونلاين، وانا ارجح الاونلاين الصراحه عشان انا كنت اونلاين في بعض المواد، ماشي؟ لو انا سنتر هعمل ايه؟ في المعظم مدرسين السنتر مش بيراجعوا المنهج من الاول، بيدخلوا على الحل على طول، ودي مشكله عندنا احنا كطلبه. ما ينفعش الطالب يدخل على طول في الحل، لازم نراجع المنهج كويس، لازم تراجع المنهج كويس. اوعى تدخل على الحل على طول، ما تعملش كده، راجع المنهج الاول. كان معايا ناس دخلت على الحل على طول واتسوحت في الاخر، فراجع المنهج كويس الاول واسترجع المعلومات، لان في حاجات خدتها في اول السنه ونسيتها. فانا دلوقتي رايح السنتر وعارف المدرس بتاعي هيراجع مثلا اول درسين في الباب الاول، اعمل ايه؟ اروح جايب، لو انا عندي مشكله في الدرسين دول، اجيب حد بيراجع الدرسين شرح على اليوتيوب واقعد اسمعهم واركز في الشرح كويس واحاول افهم كل كلمه بتتقال. طب في حته مش فاهمها اعلم عليها، حلو. واجي بقى بعد ما خلصت الدرسين الشرح اعمل ايه؟ اقعد احفظ الدرسين وراجع واكرر فيهم، احفظهم كويس، حلو. وابدا احل اسئله على الدرسين من الكتاب اللي المستر هيحله في الحصه. وبعد ما خلص حل بقى اعلم على الاسئله اللي انا غلطت فيها، اسئله مش عارف احلها، اسئله مش فاهمها اعلم عليها، حلو. ولما اروح عند المستر اساله فيها. اوعى تخرج من عنده وانت في حاجه مش فاهمها، وانت في سؤال مش عارف اجابته جت ازاي، لازم تسال في كل حاجه.
انا كان عندي قاعده كده ماشي بيها، وهي ان انا اي سؤال بغلط فيه ببقى عارف ان ده جاي في الامتحان، واقسم بالله فعلا رحت الامتحان معظم الاسئله اللي انا غلطت فيها فعلا جت في الامتحان. فالحاجه اللي انت تغلط فيها اعرف ان هي هتيجي في الامتحان. مش بخوفك مش بخوفك، بس انت حاول السؤال اللي تغلط فيه ما تغلطش فيه تاني، وتعرف غلطت فيه ليه وايه الحل بتاعه الصح. ماشي. طيب ده لو انا سنتر. لو انا اونلاين بقى اعمل ايه؟ نفس الفكره. المحاضره تنزل على المنصه، غالبا بينزلوا محاضره في الاسبوع. ده اللي كان بيحصل معايا. الباب كامل، فانت ما تخش الباب كامل على بعضه، لا اقسمه مرتين. انا كنت بعمل كده. كان الكيمياء في الاسبوع عندي بتاخد مني حوالي 10 ساعات. انا كنت مقسم عدد ساعات الاسبوع على المواد. لو عايزين الطريقه كنت بمشيها ازاي ممكن نبقى نعمل فيديو عن الموضوع ان شاء الله. بس انا كنت حاطط لها 10 ساعات، 5 و5. كنت بقسمهم على يومين. فانت برضو المحاضره هتنزل ما تخش الباب كله على يوم واحد، لا اقسمهم 2. خد نص محاضره في يوم ونص محاضره في اليوم التاني. هتعمل ايه؟ هتسمع المحاضره تخلص وتذاكر كويس قوي من الكتاب تاني. ومهم جدا وانت بتراجع تراجع من نفس المصدر اللي ذاكرت منه في اول السنه، سواء سنتر او اونلاين، لازم تراجع من نفس المصدر. حلو. فانا سمعت الشرح، رجعت من الكتاب، اقعد احل بقى الاسئله من الكتاب اللي المستر بتاعي بيحل منه. وبرضه اركز على الاسئله اللي انا بغلط فيها. لازم تركز على الاسئله اللي انت بتغلط فيها وتعلم عليها. لازم تتعلم عليها. انا بعلم عليها من اول السنه. ليه؟ عشان انا هحتاجها في الامتحان كتير جدا. حلو جدا. طيب ايه اكتر الاجزاء اللي يجي عليها اسئله في الامتحان؟ طبعا بلا شك العضويه زي ما قلت بيجي عليها تقريبا نص الامتحان. تبقى اسئله سهله الى حد ما، الى متوسطه يعني، لو بشرط تكون انت حافظ العضويه مربطها ببعض كويس. ده الشرط الاساسي. في بقى بيجي سؤال بدرجتين حتى لو انت مذاكر ومربط كل حاجه ببعض، بيبقى في بعض الصعوبه، محتاج تفكير بره الصندوق شويه. بيبقى هو سؤال واحد بتخرج من الامتحان تلاقي الدفعه كلها بتتخانق عليه. بس انت ايه، ركز على العضويه كويس، انك تربطها ببعض، انك تربط اول درس باخر درس. دي حاجه مهمه جدا. وغالبا السؤال الصعب في العضويه بيجي من اول الكحولات لحد اخر العضويه. هو السؤال الصعب بيجي في الحته دي، بيبقى بدرجتين وانا غلطت فيه يعني في الاخر. فركز على العضويه جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه بيجي عليها اسئله كتير جدا جدا جدا، وبيبقى من اصعب الاسئله في الامتحان الباب الثالث بيجي عليه اسئله صعبه شويتين، باب الاتزان ده. ليه؟ لان المعظم بيبقى مش فاهمه كويس. الباب عايز فهم كويس قوي، فلازم تفهم الباب كويس. اسال مدرسك فيه حاجه مش فاهمها، اسال فيها. ماشي. ما تسيبش نفسك كده لحد الاخر، لا اسال في اللي انت مش فاهمه وخلي المدرس يفهمه لك. الباب التالت ركزوا عليه وحلوا اسئله عليه كتير. افكار، لازم افكار كتير قوي على الباب التالت. والباب التاني يعني مش صعب لو انت ذاكرته كويس. لو حفظته كويس وحفظت الكواشف في المعادلات هتحل. ما حفظتش مش هتحل بكل بساطه يعني. فاحفظ كويس في الباب التاني. الباب الاولاني معادله الحديث زي ما قلت لك، انك عامل ورقه وعلقها بس. فانت ركز على العضويه والباب التالت كويس قوي. طيب بالنسبه للكتب والمدرسين اللي انا اشتغلت معاهم اونلاين، فانا كنت عملت فيديو هسيبه لكم في الوصف ان شاء الله، اتكلمت فيه عن كل المدرسين اللي اشتغلت معاهم والكتب اللي انا حليتها في كل المواد. فاسمعوه ان شاء الله هيفيدكم باذن الله. وان شاء الله نشوفكم في ماده جديده باذن الله. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه عشان خاطر تجيلكم ايه الفيديوهات الجايه. وان شاء الله هنحاول تبقى اسرع من كده يعني. بس دمتم في حفظ الله. سلام.